احنا عايشين في عصر الحدود الرقمية بنفس أهمية وصرامة الحدود المادية، فالنتورك سيكيورتي هو عامل حاسم في الإحساس بالرخاء أو الخطورة. تخيل قلعة ديجيتال فيها حيطان سميكة، الحيطان دي بتمنع أي حد يتسلل عليها، والبوابات بتاعة القلعة بتسمح بس بدخول الناس المصرح ليهم، والأمن عينه في وسط راسه ومتدرب كويس. ده مش مشهد من فيلم خيال علمي، ده الواقع اللي بتقدمه انتربرايز سيكيورتي فايروول. باعتبار الفايروول هو الركيزة الرئيسية في السيكيورتي، فاختياره مش مجرد قرار تكنيكال، ده قرار استراتيجي بيأثر في البيزنس بشكل مباشر. دلوقتي احنا هنسافر اكتر في عالم الانتربرايز فايروول، من مهم فهم الدور اللي بيلعبه الفايروول في السايبر سيكيورتي الحديث. فقبل ما نتعمق اكتر خلينا نفكر في الدور اللي بيعمله الحراس الرقميين دول. بعد شوية هتعرف ان الفايروول مش بس بيحمي ضد الثريتس او التهديدات الخارجية، لا ده مدقق قوي وبيعمل فلتر لكل البيانات اللي داخلة واللي خارجة. خليك معايا عشان هنفك مع بعض شفرة ادوات السكيورتي الاساسية دي. الانتربرايز فايروول هو حارس شبكتك اللي بيقدر يميز ما بين الترافيك الكويس والترافيك الضار. مش بس بيحمي البيانات، ده كمان بيضمن ان الشغل يمشي بشكل سلس من غير اضطرابات. الفايروولز العادية بتركز على فلترة وتنظيم الترافيك عن طريق الداتا باكيتس، اما النكست جينيريشن فايروول فبيقدر يعمل حاجات متقدمة اكتر لانه بيبص على الباكيتس بشكل اعمق، فبيقدر يمنع التسلل وبيقدر يعمل تدقيق على مستوى الابليكيشن. ما تقلقش هوضح اكتر. جوه النكست جينيريشن فايروول في انظمه بتعمل تحليلات بقواعد صارمه لكل البيانات اللي داخله والخارجه على الشبكه. كمان النكست جينيريشن فايروول بتقدر تحمي الشركات اللي عندها مواقع كتير او عندها اماكن بتشتغل ريموتلي. الكلام كبر مني، خلينا ناخد جوله سريعه وخفيفه. تخيل الانتربرايز فايروول موظفين في شركه، في موظف اسمه فريد، ده عباره عن الامن اللي ماسك الشركه، هو جد بزياده في الشغل بتاعه. فتخيل ان فريد حاضر الحفل السنوي اللي في المكتب، وعمال يبص على الدعاوي اللي مع الناس، وعمال يدقق في كل حاجه، ويبص على كميه السناكس اللي مش عارف ايه هي مصدرها، وبدأ يرفع واجبه ويقول للناس الحاجات اللي حضراتكم جايبينها ديت ممنوعه وبره سياسات الشركه، لو سمحت مش هينفع تخش. وبعد كده هتلاقي النتورك فلتر نانسي، هي شغاله سكرتيره وبتعرف كل حاجه عن اللي رايح وعن اللي جاي ومين بيتكلم مع مين، وتبص على الداتا باكيت بتشوفها رايحه مع مين وراجعه مع مين، واذا كانت بتتسكع مع بورت غلط لا سمح الله، وساعتها هتقوم تقف وتكلم الباكيت وتقول له لو سمحت ما ينفعش تقف هنا عشان الاي بي ده محبوس. عشان نتورك فلتر نانسي بتقدر توجه الترافيك بشكل واثق ومهذب. وطبعا مش هننسى الانتروجن بريفنشن فرج، الراجل ده معلم في منع التسلل. اي حدث بيحصل بيقدر يبص عليه بشكل عميق وبيعرف اذا كان ممكن اي حاجة تحصل منه تضر الشركة ولا لا، وبيقعد كده يبص من تحت النضارة ويسأل اصحابه معلم انت شفت اي حركة مش عادية من اي حد النهاردة؟ الفريق الغريب ده بيشتغل بسلاسة، كل واحد بيشتغل بطريقته الفريدة، ولو انه بيشتغل بطريقة مبالغ فيها شوية بس ده عشان يحافظ على النظام. يلا بينا نغوص اكتر في الانتربرايز سيكيورتي فايروولز، ولو عندك استفسار ممكن تكتبه لي في كومنت، وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناة. مرحبا بكم في نادي اعضاء الانتربرايز سيكيورتي فايروول، المكان اللي فيه كل عضو بيلعب دور مهم ومختلف. اول نوع فايرول هو الباكيت فلترنج فايرول، وده بيعمل اكسس كنترول على الداتا باكيتس بس بشكل بيزك من غير ما يعمل ديب انسبكشن على الباكيت. ده بيبقى عن طريق فاكتورز معينه زي الاي بي ادرس والبروتوكول والبورت نمبر. تاني نوع فايرول معانا هو السيركت ليفل جيت واي، وده بيتعرف على الباكيت ويصنفها عن طريق ستيشن ليرنج. الفايرول ده بيصنف الباكيتس عن طريق موديل اسمه OSI، بيحس انه يعرف الباكيت اللي داخل او اللي خارج تبع انهي لاير ويديله اكسس بس على اللاير ده، فبالتالي الباكيت هيخش ويخرج على نفس اللاير. النوع الثالث من الفايروول هو الستيتفول انسبكشن فايرولز، والنوع ده من الفايرول طول ما الكونكشن اكتف هو قاعد بيفتش جوه الباكيت، وبناء على بوليسي بيقدر ياخد قرارات ذكيه، وده بيبقى مهم في الاماكن اللي فيها ترافيك عالي. النوع الرابع والاخير هو الويب ابلكيشن فايرول. الويب ابلكيشن فايرول هو بيحمي الابلكيشن اللي موجوده على السيرفر اللي لها اكسس من على الويب، فهو بيحمي الكونكشن اللي حاصله ما بين الويب والابلكيشن بحيث ان ما يحصلش اي مشاكل في السكيورتي عن طريق الويب. وده مهم لاي مؤسسه عندها ويب سايت تفاعلي بيتفاعل مع اليوزرز او عندها اونلاين ستورز. كل الفايرولز دي بتيجي بتو فورمات السوفت وير او الفيرتشوال ماشين وفورمات الابلاينس.
وممكن المؤسسات تجمع ما بين كل الفاير وولز ديت جوه المؤسسه علشان تعزيز السكيورتي. اختيار الفاير وول المناسب بيبقى بناء على طبيعه الشغل وعلى طبيعه الشبكه اللي هنحط فيها الفاير وول،